هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طبعا العيد قرب والكل بدأ او هيبدأ يجيب لبس العيد، بس قبل ما تنزلي لازم تعرفي الموضة دلوقتي ايه والقطع الترندي وكمان الالوان اللي هتكون مسيطرة في العيد. فيلا بينا نروح ونشوف. بصي يا قلبي، موضة العيد السنة دي فيها حاجات نازلة تخليكي تقومي من مكانك وتروحي المحلات دلوقتي حالا. السنة دي الموضة مش بس شكل، لا الموضة فيها راحة وأنوثة، وكمان فيها ألوان تهدي الأعصاب وفي نفس الوقت فيها شوية جرأة. لو انتي كنتي بتحبي تخرجي برا الصندوق، فأنا حابة أرتبلك دماغك وأقولك تلبسي ايه وتختاري ايه وتختاري ازاي وايه اللي يناسب جسمك وذوقك. وقبل ما نتكلم عن القصات والستايل لازم نبدأ بالألوان، لأن السنة دي الألوان مش مجرد درجات، دي مود كامل وفايب هتحسيه أول ما تلبسيه. زي مثلا عندنا الأزرق الغامق والنيفي، ودي لون بيدي ثقة وهادي وراقي وبيليق على كل درجات البشرة تقريبا، وبينفع في الفساتين قوي والعبايات وحتى الأطقم الرسمية. كمان عندنا الأزرق الملكي، عندنا كذا درجة من الأزرق. الأزرق الملكي لو عايزة كمان تبقي ملفتة أكتر شوية بس من غير ما يكون فيه قوة، فاللون ده هيكون مناسب قوي تختاريه، انه بيبان فخم جدا خصوصا في الستان. وكمان عندنا درجة تانية من الأزرق اللي هي الباودر بلو وتقريبا ده لون السيزون، وده بقى حكاية لوحده لأنه لون ناعم وهادي وبيفتح الوش بطريقة مش طبيعية. وكمان هو عامل ضجة في عروض الأزياء، موجود بقوة جدا في أماكن كتيرة زي زارا وستراديفاريوس، وبيطلع شيك جدا في الفساتين الميدي والبلوزات الخفيفة. كمان هنلاقي لون اللافندر الفاتح، وده لون هادي وناعم وانثوي قوي وبيفتح الوش كمان بطريقة مش مفهومة. وفي عندنا المنت او السيج جرين، لون ناعم وبسيط وبيطلع شيك جدا مع الابيض والفضي. كمان في لون الوردي الفاتح والروز، وهو برضو من الالوان الانثوية جدا ويكون مناسب قوي للعيد. في كمان الابيض والكريم، ودول بقى للناس اللي بتحب اللوك الرايق زي حالاتي كده، الوان نظيفة وفخمة وبتديكي فايب كده كأنك مرتاحة قوي ومهتمة بنفسك في نفس الوقت. كمان عندنا اللون الذهبي الهادي اللي هو الشامبين جولد، مش الذهبي اللي بيبرق جامد، لا اللي بيكون هادي شوية ولمعته بسيطة، وهتلاقيه موجود اكتر في التطريزات وفي الشنط وفي الشوزات. كمان في اللون الاصفر السماوي، وده لون جديد ومختلف ومش فاقع قوي، بيدي برضو طاقة حلوة. وكمان هنلاقي عندنا اللون بنفسجي بدرجاته من اول السوفت لايلاك لحد الغامق منه، وهو بيكون لون غامق وراقي جدا وبيليق جدا على الستان والمخمل او الجموع. كمان هتلاقوا موجود الفضي الميتاليك والروز جولد والدرجات التيل، ودي هتلاقيها اكتر موجودة في الاكسسوارز زي الشنط، اكسسوارات، الشوزات. كمان السكارفات ممكن كمان تلاقوا فيها اكتر بدرجات التيل او يكون برينتد. يعني باختصار لو انتي من الناس اللي بتحب الهدوء فهتلاقي كل اللي يعجبك ومناسب ليكي، ولو انتي من الناس اللي بتحب الجرأة اكتر برضو هتلاقي اللي يناسبك. اما بقى القصات اللي هتلاقوها مسيطرة قوي وقلبت الدنيا في عروض الازياء السنة دي، فالتركيز كله كان على الراحة وان الشكل يكون فيمينين اكتر زي ما قلتلكوا في الاول. فهتلاقي موجود دايما الفساتين بقصة ايلاين اللي بتنزل على واسع من تحت، والفساتين لايرد بس بشكل بسيط، وكمان هتلاقي الكم المنفوخ هتلاقيه لسه مكمل. كمان القصات اللي هي مفيش فيها سيمتريك، يعني هتلاقي طول اطول طرف اطول من طرف او قصة موجودة في جنب وجنب تاني لأ. وكمان هتلاقي الفساتين الميدي اللي هي مش قصيرة قوي ولا طويلة قوي، وهتلاقي كمان خامات زي الستان، وده بقى هتلاقيه موجود everywhere. ولو بتحبي الستايل الخليجي فالكفتان والعبايات هيكونوا نازلين بخامات ناعمة جدا وتطريز بسيط بس فخم. يعني هتلاقي مثلا عبايات مطرزة بخيوط معدنية بكمام واسعة جدا. كمان ممكن تلاقي كفتان بخامات ستان بتلمع، او عبايات تكون بلون واحد مع تطريز بسيط على الكم.
ولو انتي محجبة فالدنيا عندك هتكون اسهل من غيرك. ليه؟ لان القصات اللي نازلة اصلا السنة دي واسعة ومحتشمة، زي مثلا الجيبات الستان مع بلوزة بسيطة، او فستان ماكسي بألوان هادية، او عبايات بلون واحد بخامة فخمة، وكمان اطقم المونوكروم اللي هي بتكون ست كاملة بلون واحد. والطرح السنة دي هتلاقوها دايما موجودة بألوان الباستل او درجات البيج. ممكن كمان تستعملي سكارفات الحرير الصغيرة وتربطيها على الشنطة كاكسسوار. ولو انتي كنتي مش محجبة فعندك مساحة تلعبي فيها براحتك، فهتلاقي فساتين قصيرة بكشكشة، فساتين ميدي مطبوعة عليها برينتات حلوة قوي، هتلاقي كمان ست كاملة مكونة من جوب وكروب توب، كمان هتلاقي بلوزات ستان مع بنطلونات واسعة، والفساتين بقات بسيطة بس شيك قوي. فالفكرة في الستايل السيزون ده كلها هي مش معتمدة على ان القطعة تكون معقدة او فيها قصات كتير او شغل كتير، لا، البساطة هي اللي هتكون مسيطرة على معظم التصميمات اللي هتشوفوها موجودة في كل المحلات كل الاسواق. نيجي بقى للجزء اللي انا بحبه قوي وبيكمل اللوك، وهو الشوز. الشوز السنة دي هتلاقي فيه حاجات مختلفة ومتنوعة كتير، زي الكعب المربع، الصنادل بشرايط رفيعة، الشوزات الميتاليك فضي او ذهبي، وكمان الشوز بكعب ويدج. كمان هنلاقي الباليرينا راجعة بقوة من تاني بتصميمات جديدة ومودرن. وممكن كمان تلاقي في السوق بوت قصير بألوان فاتحة. يعني لو بتحبي انك تكوني مرتاحة اكتر في اللوك بتاعك فهو موجود، ولو بتحبي الشياكة اكتر فهو برضو موجود. وبالنسبة للشنط بقى فهنلاقي الشنط الصغيرة هي اللي موجودة بكثرة، اللي هي بتبقى في حجم ان انت يدوبك تشيلي كرامتك بس وموبايلك يبقى في ايدك لان ملوش مكان. كمان هنلاقي الشنط المربعة الستراكتشرد اللي هي بتكون بلون مميز او ليها برنت مختلفة حلوة او فيها تطريز. وكمان هنلاقي الشنط اللي بسلاسل معدن، والشنط المنسوجة الووفن اللي هي الصوف او بخامات تانية زيها. وكمان الشنط هتلاقيها موجودة كتير قوي بألوان الباستل. وفي الاكسسوارز بقى هتلاقي زي ما قلنا السكارفات الحرير هتكون نازلة ببرنتات حلوة قوي، بتغير اللوك كله لو استعملتيها على الرقبة او على الشنطة او حتى على الشعر. كمان اكسسوارات الشعر الملونة هتكون ترندي قوي السيزون ده. ولو عايزة تشوفي كل الحاجات دي على الطبيعة فبعض الأماكن زي زارا و H&M وستراديفاريوس وبولامبير بريشكا سنتر بوينت وسبلاش هتلاقي كلهم منزلين قطع للعيد من الحاجات اللي قلناها دي، بس كل محل طبعا وليه روحه وستايله المختلف. بس حلوين، وده كده كان كل اللي محتاجة تعرفيه عن موضة العيد ده 2026. ايه اللي نازل وايه اللي ترندي وايه اللي يناسبك والقطع اللي تخليكي طالعه زي القمر. فاختاري اللي يعبر عنك واللي يخليكي حاسه انك جميله من جوه قبل بره، وكل سنه وانتي احلى وارق. ونصيحه اخيره، ما تمشيش ورا الموضه عشان هي موضه قاعده لفتره وممكن تمشي. امشي ورا اللي يليق عليكي، واوعي تنسي اهم حاجه انك تدخلي العيد مبسوطه ومرتاحه مع اسرتك وحبايبك. وما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وشير علشان بنات اكتر تستفيد. ولو عجبك الفيديو بعتيه لكل اصحابك. وباي مبدعين، واشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.